السلام عليكم، يا رب تكونوا مبسوطين وفي احسن حال. ايه رأيكم في الوضع الجديد اللي انا بتكلم بيه ده؟ خليني اشرح لكم. انا بقالي فترة كبيرة بحاول ان انا اجاهد نفسي في ظهوري على السوشيال ميديا، ولان الانسان بطبعه ما بيعرفش يتخلص من العادات بشكل سريع، الى اني كمان مش مجرد عادة، الى اني انا بحاول ان انا اكتسب معلومات في شغلي في دراستي خاصة بالاستشارات الزوجية والاسرية والتربوية. فحاسة ان انا ممكن يكون عندي معلومة او عندي الافادة اللي اقدر افيد بيها غيري. كأنكم مش سامعين الكلاب لان هي مش ساكتة من الصبح، فانا مش هعرف يعني اصور في اي وقت تاني. فقررت ان انا اقدم الكونتنت اللي بحبه بس بطريقة حاول انها ترضي الله سبحانه وتعالى. طب ليه خدت الخطوة دي؟ لان انا على الخاص بعتت لي كذا بنت صورتها بالنقاب وبتقول لي ان هي فرحانة انها لبست النقاب وبتقتدي بيا. ببص على صورتها في النقاب اللي هي لابساه، للأسف هي قلدتني في أسوأ نسخة ليا من ساعة ما لبست النقاب. أنا دلوقتي بقالي 19 سنة لابسة نقاب من وأنا لسه في أولى ثانوي تقريبا أو داخلة تانية ثانوي. يعني هي خدت النسخة السيئة مني، خدت الحواجب اللي باينة، وخدت ممكن أكون ناسية ونازلة بكحل أي نعم ما بقاش راسم العين بس شكله ملفت من غير جوانتي. يعني بصوا مش عايزه ادخل في تفاصيل. حسيت ان دي حجه عليا مش ليا، حسيت ان انا باخد عليها سيئات مش باخد عليها حسنات. فانت لما تدخلي تقلديني اعتقد ان انا هاخد من سيئاتك او حسناتك لما تقتدي بيا، بخلاف ان انا لقيت كذا كومنت من كذا راجل فيها معاكسات وطريقه مش لطيفه. طب انا لابسه النقاب ليه لما انا بتعاكس ولابسه النقاب؟ هنفترض جدلا ان هم بيفتروا عليا وبيعكسوا، او ان هو بيرمي اي كلام وخلاص عشان يضايقني. بس انا ببص لنفسي في المرايه شايفه نفسي، شايفه الطريقه دي انا مش عاجباني، شايفه ان انا لو مت دلوقتي وانا شكل النقاب فيه زينه. هو نقاب بس فيه زينه، حاسه ان هو ملفت. كتير لما كان بيعلق لي انا ما كنتش بزعل ابدا، كنت بقول لهم ربنا يهديني، انا بحاول اجاهد مع نفسي. فكره ان انا يكون عندي كونتنت معين او علم معين نفسي ان انا افيد بيه غيري، دي برضو من الحاجات اللي كانت مخلياني ماسكه شويه في السوشيال ميديا او ظهوري على السوشيال ميديا بطريقه او باخرى. يعني انتوا تقريبا معاصريني بقالكوا كتير، انا على السوشيال ميديا من 2013، فالناس اللي عارفاني من زمان عارفه ان انا بختفي شويه وارجع. بظهر بعيني واخفي عينيا، بلبس بيشه واقلع بيشه، دي كلها الانسان بيحاول يجاهد نفسه. انا بحاول اجاهد نفسي، يعني انا حاسه انها طبيعيه ان انا بحاول اجاهد نفسي، مش بقول انا صح، مش بقول هو ده اللي عندي، مش بقول انا مش هتغير. فالموضوع شاق على نفسي. وقبل كده لما نزلت فيديو بتكلم فيه ان انا نفسي ما اظهرش او اخبي عيني، لقيت فيه كومنتات كتير جدا كانت مضايقاني. مش هقول لكم هي مش مضايقاني، كانت مضايقاني وكانت حسستني لا اللي انا بعمله ده طريق غلط، لا خليكي زي ما انتي ما بتعمليش حاجه غلط. وللاسف دي كلها كانت يا اما ناس بتحبني قوي في مش شايفه ان انا غلطانه، يا اما كانت حد مضلل مش فارق معاه النقاب. على كل حال ادعوا لي ان ربنا يثبتني، وان ربنا يستخدمني ولا يستبدلني، وان انا احاول افيدكم، وان احنا مع بعض ان شاء الله. هستنى كومنتاتكم، هستنى دعمكم، انا محتاجه دعم نفسي كتير جدا 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 الفتره دي علشان ابدا احس ان انا فعلا بعمل حاجه. مش عاجبني خالص ان انا اطلع اقول كلمتين وانا بهزر وبضحك ونقابي ملفت او في زينه. لو وقعت فيما بعد رجعت في الخطوه اللي انا واخداها دي، فوقوني وقولوا لي لا ما ينفعش، وقولوا لي اتقي الله، وقولوا لي ان انتوا حابيني بالطريقه اللي ترضي ربنا، علشان ما احسش ان انا ضاله ومضلله واللي حواليا بيضلوني.